شرحت الدرس بحماس والطلاب كلهم كانوا متفاعلين وكلهم قالوا لك فهمنا، وتيجي تاني حصة تسأل سؤال بسيط قد كده تلاقي معظمهم ناسي. ازيكم يا جماعة؟ لو ده بيحصل معاك غالبا المشكلة مش في الشرح ولكن المشكلة في طريقة تثبيت المعلومة. العالم الألماني هيرمان إيبنغهاوس اكتشف حاجة اسمها منحنى النسيان، بيوضح إنه الإنسان بينسى اللي اتعلمه أو جزء كبير من اللي اتعلمه في خلال أول 24 ساعة لو ما استرجعش المعلومة تاني. المشكلة إن في جزء كبير من المعلمين بيفتكر إن طالما الطالب اتعلم أثناء أو فهم أثناء الشرح ده معناه إنه اتعلم، ولكن الفهم حاجة والاحتفاظ بالمعلومة حاجة تانية خالص. والخطر إن معظم المعلمين بيعيدوا شرح الدرس بطرق مختلفة متخيلين إن الطلاب مستواهم ضعيف، ولكن هو مش مستوى الطلاب الضعيف، هو بس محتاجين يثبتوا المعلومة بشكل مختلف. نحل ده إزاي بقى؟ خلّيه يحل سؤال أو سؤالين من غير ما يبُص في الكتاب، أو خلّيه يشرح المعلومة بطريقته لحد من زمايله. عملية الاسترجاع دي بتخلّي الطالب يشيل المعلومة من الshort term memory يودّيها على الlong term memory، أو من الذاكرة قصيرة المدى يودّيها على الذاكرة طويلة المدى، ومن هنا بنقول إن المعلومة خلاص ثبتت في عقله. قولوا لنا بقى في الcomments إيه أكتر حاجة بتستخدموها عشان تتأكدوا فعلًا إن الطلاب فهموا وعرفوا يسترجعوا المعلومة وثبّتوا المعلومة في عقلهم، وما تنسوش الfollow. سلام.